اليوم تحمست وحبيت ندير كونتر خطة لطبق اسيوي عالمي مشهور بزاف على الطريقة الجزائرية 100%، وبمكونات جزائرية 100% موجودة في كل دار، واللي هو الكايوزا ولا دومبلينغ. هذا لا فيديو سبيسيال لعشاق الكوريين واليابان والصين. مع الاول ما حبيتش نخاطر وخفت تجي العجينه خضره من الداخل، معلا بدلت العجينه، درت العجينه تاع البوراك باش اونكا ما تخرج ليش نقلبها بوراك العجين. تبعوا معايا طريقه تحضير الوصفه راح تعجبكم باذن الله. نبدا بسم الله. اول حاجه نديرها هي ندير 2 كيلات تاع فارينه ونزيد لهم 3 كيلات تاع ليدام مخلطه بين الزبده والزيت. الا ما عرفتوش الكيل تقسموا الكاس تاعكم على 3، الجهه التحتانيه هي ثلث، تقسموها بين الزيت والزبده ذايبه. شحال وانا حابه نسيي هذايا، شفتو بزاف في الانستغرام، اما اليوم ان شاء الله حبيت نديرو. مع واحد الوقت كنت نموت على الكوريين والماكله نتاعهم. نكملوا الوصفه تاعنا. نحط ليدام وزيد ملعقه تاع ماكله ممسوحه مليح تاع الملح، وهنا حبيت نزيد من غير فاخل باش تجي طريه مليح ونقدر نخدم بها وتكون ماده حافظه. هنا نبدا نخلط في المكونات ونسيي نبسسهم بهذيك الليدام، نبسسهم مليح ماشي بالمغرفه باليدين. ندخلوا الفارينه ليدام ندخلوها مليح في الفارينه. على بالي كاين بزاف متتبعات تاوعي يحبوا الاكل الاسيوي، قلت نجربها لهم. هنا نبقى نبسس فيها بهذه الطريقه حتى وين يولي الخليط صفر، وكي تشدوه في اليد يحكم شويه روحه. والان نبدا نلم في العجينه تاعي بالحليب، تقدروا تلموها بالماء. هي العجينه الحقيقيه فيها غير الماء دافي والملح والفارينه، هذا ما كان صح. انا حبيت نزيد هاد الاضافات باش كي الا ما خرجت ليش نقلبها بوراك تاع العجين. هنا لمت، نبدا نزيد بشويه الحليب ونبدا نلم فيها. كي تتلم لي نروح نعجنها، لازم تستعجن مليح. هذا الخطوه لازم باش العجينه تاعكم كي تفتحوها تجيكم رقيقه وما تتقطعش وتجي شويه الاستيك، تجي شغل شفافه. انا هنايا نروح نعجنها في البيتخا واحد 10 دقائق ونولي لكم. هنا ملاحظه صغيره، كي تشوفوها تتفتت هكايا زيدوا لها شويه حليب باش تلم روحها برك. تقدروا تعجنوها باليد ماهيش حاجه واعره. هنايا بعد ما تعجنت لي في البيتخا، الخطوه المهمه الثانيه هي انك تحطيها تريح في ساشي على الاقل نص ساعه باش ما تعييكمش كي تبداو تخدموا بها. هنايا بعد ما ارتاحت لي انا خليتها واحد الساعه هكاك. العجينه هذه هي العجينه الاصليه تاع بوراك تاع العجين وناجحه 100%. نقسم العجينه تاعي على 2 بالكوبات ونخبي الجزء الثاني في ساشي باش ما يبسليش، ونبدا نخدم بالعجينه الاولى. نقسمها كويرات صغار. هنا شوفوا القوام تاع العجينه كيفاش طريه من العجين، وكيما خليناها ريحت مليح. هنايا نشكلها حربوش ونبدا نقطع فيها كويرات صغار، نسقمهم بين يديا ونفتح العجينه رقيقه. واذا عندكم الماكينه تاع الرشته راح تكون نتيجه هايله، واذا ما عندكمش تقدروا تحلوها بالحلال، ماهيش واعره ماهيش حتعييكم. تحلوها مليح حتى وين تشوفوها شفافه العجينه. هنايا نجيب الطابع تاعي، ولا تقدروا تطبعوا باي حاجه تكون مدوره شويه كبيره تكون حاده باش تقطع لك مليح. ونبدا نحشي فيها. هنايا الحشوه واش فيها، انايا هنا درت الدجاج، صدرت على الدجاج، رحيته في الاشواغ، زدتلو لي زيبيس، شويه كمون شويه عكري والملح فلفل الكحل وزوج فصوص تاع الثوم، ونخلوها خضره هكذاك ما نطيبوهاش، ونبداو نحشيو فيها في العجينه. الحشو يكون اختياري، تقدروا حتى تحشيو بالخضره، بصح الا درتو الحشوه باللحم ولا الدجاج كي تبلوهم خلوهم يريحوا واحد الساعه هكاك في الفريجيدار.
هنا كما راكم تشوفوا طريقة التشكيل سهلة جدا. كي تفتحوها دوائر، تحشوا في الوسط، تغلقوا العجينة على زوج وتبداو تطويو في الجناب، تحكموا من الوسط وتروحوا على اليسار، ومن بعد تحكموا من الوسط وتروحوا لليمين. في نفس الوقت تبدا تشكلوا الطيات ولا الطويات هذوك. طريقة سهلة راهي موضحة في الفيديو وممتعة جدا، راح تستمتعوا وانتم تحضروا في هذا الطبق. تحكموا الوسط، تزيروا، ومن بعد تبداو ديروا في الطويات كما راكم تشوفوا وتزيروا، ومن بعد تروحوا للجهة الاخرى وتزيدوا تطويو حتى تتحصلوا على هذه الكايوزا بهذه الطريقة التقليدية. نفس الشيء نزيد ندير حبة معكم. شوفوا العجينة، الحشوة خضرة ماشي طايبة. هما يزيدوا لها نودلز زجاجي، يزيدوا لها الملفوف، يزيدوا لها الجلجلان، بزاف حفايس. انا حبيت نخليها سامبل باسكو حنا ماشي مولفين ناكلو كيما هما، تما ما حبيتش الواحد يخاطر. على هذيك درتها بطريقه جزائريه 100%، من العجينه من الحشوه. خذيت من عندهم غير طريقه التشكيل وطريقه الطهي. حبيت برك نحي الشحنه تاع الطبق هذا. هنا بعد ما كملت وجدت الحبات نتاوعي في مقله، درت شويه زيت تسخن، من بعد بديت نحط في لي كايوزا تاوعي في المقله ياخذوا التحميره مليح من تحت. انا هنايا في النار كنت منقصت لها شويه، قلت باش طيب لي مليح هذيك الحشوه مع اللي هي خضره باش طيب لي. خليتها على نار هاديه تتقلى بعقلها. هنا بعد ما خذت لي التحميره من تحت، نزيدوا لها نص كاس تاع الماء ونرجعوها فوق النار حتى وين يتبخر هذاك الماء، واحد 10 دقائق برك. من الجهه واحده اخرى رحت كملت طيبت هذاك الدجاج اللي قعد لي، رحت حمرته شويه وزدت له مغرفه كبيره تاع الفرماج، وبديت نخدم في البوراك العجين نتاعي. فتحت العجينه رقيقه وبديت ندرسي فيها بالطابع. بوراك العجين هذا حنا نسميوه الكوكا. حنا مولفين كي نروحوا للبحر بهذه العجينه نحشيوها بالتكتوكه ونقلوها، ميم كي تصبح هايله وتقعد دايما بنينه. الا نتوما مولفين ديروها كي تروحوا للبحر خلوا لي في التعليقات نشوف الا رانا كيف. هنا بعد ما طبعت العجينه نحي الزياده ونبدا نحشي بالحبه كامل في ضربه واحده باش نكمل بالخف. هنا كي تجوا راح تغلقوا الحبه لازم تغلقوها مليح، سينو تفتح لكم في المقله، باسكو في المقله تتنفخ ودير شغل نبابل، تسمى لازم تتغلق مليح. تحبوا تغلقوها كيما السمبوسك كيما الشرقيين ولا بالفرشيطه كيما العاده تاع الجزائريين. هنايا نروح نسخن الزيت تاعي في المقله تكون شويه فيها الزيت بزياده ماشي كيما درنا الكايوزا، ونبداو نرميو بالحبه بالمغرفه نرفدو الزيت ونرموه من الفوق على الحبه قسم ما تخرج النباب اللي من الفوق، ومن بعد نقلبوها نحمروها برك. ردوا بالكم تحرق لكم تخطفها لكم النار، لازم النار تكون متوسطه ونحمروها من الجهتين على نار متوسطه. من بعد تقطروها مليح في كسكاس ولا تحطوها فوق بابي ابسوربون. وهي وجدت لي. وهنايا بعد ما وجدوا لي الكايوزا تاعي، هنا بعد ما نشف لي الماء نتاعهم وطابوا، انا حبيت نزيد لهم تحميره من الفوق ما دخلوليش في راسي، زدت حمرتهم غير شويه من الفوق، خاطر كاين في اليابان اللي يقلوهم برك، وكاين اللي يديروهم في الماء يغلو، وكاين اللي يفوروهم، وكاين كيما هذه الطريقه تاع الكايوزا يقلوهم من تحت ومن بعد يطيبوهم في الماء ثاني.
انا هنايا ما كانش عندي صويا، ما كان عندي والو، درت شويه زيت زيتون مع الخل وشويه ملح وشويه الجلان. هذا هو الخليط اللي راح تغمسوا فيه الكايوزه تاعكم باش تاكلوه. الطبق هذا ما راهوش اصلي بصح بزاف بنين، سورتو كي تغمسوها في هذا الخليط اللي فيه الخل، ولازم يكون مخلخل مليح. صراحه انا عجبني، نعطيله 9/10. ونعاودوا ان شاء الله بصلاه بروشين فوا راح نعاودوا بالعجينه الاصليه. وهكذا نكونوا درنا كونر خطه ودرنا عصفورين بحجر واحد. البورك تاع العجين والكايوزا بعجينه البورك تاع الجزائر. شوفوا كيفاش محمره من تحت. هنا وجدت الطبق تاعي، درت ان سباغيتي ساهل ماهل ما فيه والو، درسه مرقتها ورميت لها سباغيتي، جا بزاف بنين. غليت شويه بيض، رميت له شويه الجلان زعما باش يكون طبق يعمر العين. بلا ما ننساو بوراك العجين تاعنا اللي بزاف بنين. كنت حابه ندير مقارنه بيناتهم، بصح حبيت نخليها عليكم نتوما اللي ذقتوا هذه الكايوزا وبوراك العجين. اعطونا رايكم شكون اللي عجبكم الكثر، واذا طيبتوها من قبل واش من طريقه اعتمدتوها، ونجحت لكم ولا لا ما خرجت لكمش زعما عجين. في الحقيقه كانت تجربه هايله بالنسبه لي اني نطيب هذا الطبق الاسيوي. واذا نتوما ثاني استمتعتوا معايا كي طيبت هذا الطبق خلوا لي جيم، واذا عجبكم لا فيديو بارطاجوه وشجعوني باش نزيد لكم اطباق واحده اخرى عالميه بالطريقه الجزائريه بواش عندكم في الدار.